السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رشا النشاوي للطرات والجاتوهات اللي بتباع اونلاين. لو انت بتشوفيني لأول مرة ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد أول بأول. نزلت معاكم الفيديو اللي فات عن طريقة عمل الكحك، وقبل كده نزلت معاكم المعمول، والنهارده ان شاء الله بنكمل سلسله مع بعض، سلسله النواعم علشان شهر رمضان الكريم وعشان عيد كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل بسكوت الزبده. البسكوت الزبده هتلاقيه ولا اروع من كده. هتعمليه بالكيس العادي بتاع الكريم شانتيه، مش هتقطع منك وهينزل معاكي بكل سهوله خالص، ولا انت محتاجه ان انت تجيبي كيس تقيل ولا اي حاجه. هتتابعيني ان شاء الله لاخر الفيديو واقول لك سعر البيع واقول لك تريكات التسويه وازاي ينزل معاكي سهل وبسيط جدا. ده شكل البسكوت يا جماعه، وده شكل كمان الطبق اللي انا عملته، طبق تذوق اللي انا عرضته على الجروب علشان الناس تدوق حياتك وتلاقيها ازاي جميله جدا، ويقدروا ان هم يطلبوا الاوردر منك قبل العيد ان شاء الله. يلا بينا نشوف الوصفه والمقادير ونسمي ونقول بسم الله. معانا هنا طبعا شغالين بدقيق الكوثر، انا حبيت اوريه لكم. هنشتغل مقادير نص كيلو بس بسكوت. حابه تضعفي المقادير براحتك انت. معانا هنا 500 جرام دقيق الكوثر متعدد الاستخدامات. معانا بالظبط 375 جرام زبدة. معانا 135 جرام سكر مطحون. معانا 75 جرام حليب. معانا بيضتين. معانا معلقة كاستر كبيرة أو معلقة نشا لو مفيش كاستر. معانا ربع معلقة بيكنج باودر، وممكن انت تستغنى عن البيكنج باودر. تمام. معنا طبعا ذرة فانيليا للبيض. هنحط قبل كل حاجة ال 135 جرام السكر المطحون. طبعا كل حاجة أي سكر يا جماعة في أي وصفة لازم يكون منخول الأول، لازم الدقيق برضو يكون منخول، مش لازم كل وصفة إن احنا نقول التركة دي. أنا جبت هنا الزبدة وحطيتها فوق السكر وهنضربهم في العجان لحد ما اللون يبقى أبيض معانا ويهيش خالص. خدي بالك لكل التركات علشان النتيجه تطلع معاكي مظبوطه ومرضيه. هنا على ما يضربها هكون حاطين ذره ملح، طبعا اي دقيق لازم تحط عليه ذره ملح، ونخلت عليه زي ما انتم شايفين الكاستر. لو مفيش كاستر حطي معلقه نشا. طبعا ممكن تحطي معلقه كمان حليب بودر، مفيش في اي مشكله خالص، بيدي نتيجه برضو كويسه، بس انت ممكن تستغنى عن الاضافات دي. تمام. قلبتهم على بعض وقلبت عليهم كمان ربع معلقه البيكنج باودر. خدي بالك ما تزوديش البيكنج باودر، لو قدرتي تقللي عن ربع معلقه مفيش اي مشكله خالص، علشان طبعا هو ظبط معايا مفيش اي مشكله، بس ممكن يفرش مع ناس تانية معينه. شايفين هنا ضربوا في العجان، ضربنا مع بعض السكر مع البيكنج باودر زي ما انت شايفه كده بالظبط. انا اسفه، السكر مع الزبده، انا اسفه. هيفضل تضربي لحد ما لونه يبيض معاكي بالظبط. هتفضلي تضربي طبعا كل فتره، لازم تقلبي العجان، تقلبي الخليط في قلب العجان علشان ما تكونش الجوانب ممكن يكون فيها قطعه من الزبده ما تكونش سايحه معاكي. طبعا الزبده يا جماعه بدرجه حراره المطبخ تكون خارجه من التلاجة، ما يكونش طبعا لازم خارجه من التلاجة قبلها بيوم. زي ما انت شايفه كده بالظبط، مفيش فيها يعني اي حته صفرة، يعني لو في جزء اصفر يبقى هي ما اتضربتش كويس. كده خلاص ابيضت معانا وضربت كويس. هنبدا نكسر هنا مع بعض البيض. معانا هنا بيضتين اتنين هنستخدمهم من النص كيلو بسكوت زي ما انت شايفه. كسرت اول بيضه واحطها على خليط لحد ما تبص تلاقيها حاططها، او احط عليها كمان ذره فانيليا لحد ما تلاقيها الخليط ما شاء الله يعني شرب معانا البيضه. ما تحطش ما تنزلش بالبيضه التانيه لحد ما تلاقي الخليط شرب البيضه. هتلاقي كده تحسي ان هو الخليط ساب مع بعضه وفصل. لا طبعا هتلاقيه بس ضربه واحده وهتلاقيه ظبط تاني. هياخد كمان كده ضربتين، وبعد كده حطيت البيضه التانية زي ما انتم شايفين كده. حطيت البيضتين، لازم كل بيضه لوحدها لحد ما الاولى تختفي تحط التانية. بعد كده خلاص بعد ما البيض اختفى هنحط ال 75 جرام الحليب. حليب طبعا برضو بدرجه حراره المطبخ او الغرفه اللي انت شغاله فيها، واحطها حبه بحبه زي ما انتم شايفين. يا دوب نحط حبه والباقي لما يشرب الحبه الاولانيه نحط الباقي. خدوا بالكم يا جماعه، انا هنا مش هقدر اكتب لكم المقادير بالكوبايه، المقادير بالجرام احسن بكتير وافضل بكتير. انا اقول لكم 75 جرام شايفين 75 جرام حليب بالظبط قد نص كوبايه، بس نص كوبايه يكون عند حد تاني ممكن يطلعوا 100 جرام. فعشان الوصفه ما تبصش منك بالذات في النواعم والحلويات الشرقيه. انا هنا هحط بقى بعد خلاص ما الخليط شرب السوائل، هبدا احط الخليط اللي هو الدقيق اللي حاطين عليه معلقه الكاستر وحاطين عليه ربع معلقه البيكنج باودر. هنحطهم على مرحلتين يا دوب بس الخليط يلم نفسه ويكون مفيش
اي دقيق. انا هنا شلت الحله بتاعت العجان علشان اقلبها، لان بيكون في دقيق في الارضيه، قلت لها تقليبه واحده بس وتفصلها على كده. هوريكي بقى دلوقتي هنا اداه التيب يا جماعه اللي انا هشتغل بيها، عشان لو انتوا حابين تاخدوا له سكرين. التيب ده رقمه 1 دي، في برضو 3 دي بس بيكون اعرض شويه. لازم تجيبي فتحه بتاعت التيب يكون واسع من قدام. انا هنا شغاله بكيس حلواني بتاع الكريم شانتيه، ما تقطعش مني، انا بعتذر لان انا هنا سبت الكيس من ايدي ورحت شغلت الفرن يسخن على ما وارجع تاني، فنسيت اشغل الكاميرا. فانا ان شاء الله معاكم دلوقتي هتشوفي انا عملته ازاي. ده اول صينيه، ده اول صاج. هعمل الصينيه التانيه زي ما انتم شايفين. خد بالكم انا الصينيه دي مطبقه الاطراف بتاعتها يا جماعه، علشان ما حدش بس يشوفها يفكر ده الصينيه عندي قديمه، لا انا اللي مطبقاها علشان تدخل في الفرن، لانها ما كانتش داخله في الفرن. شايفين يا جماعه؟ ادي الكيس الحلواني. انا بالنسبه لي عندي مشكله في اعصاب ايدي، ويمكن قلت لكم كتير جدا في تقطيع الفاكهه قبل كده. موضوع البسكوت ده انا كنت من زمان رافضه ان انا اشتغل فيه علشان اعصاب ايدي، بس بجد بجد اتبعي الطريقه دي وهتدعي لي، ادعي لي كده وانت شغاله، لان الطريقه مريحه جدا جدا معاكي، هتطلعها احسن مني بكتير كمان. شايفين كيس حلواني يا جماعه؟ بكيس حلواني والله، كيس لا ما اتقطع مني ولا جرى له اي حاجه خالص. شايفين؟ انا الحمد لله ان انا افتكرت ان انا اشغل الكاميرا في الصينيه التانيه دي. تعملي بقى الطول زي ما انت عايزه بالظبط. شايفين ايدي نازله ازاي على على الصينيه؟ ولا هيفرش مني ولا جرى له اي حاجه، مع ان دايما ناس كتير بتقول ان البيكنج باودر بيفرش البسكوت، بس انا عملته صراحه بالبيكنج باودر، ومره تانية عملته من غير بيكنج باودر. طبعا لو احنا في الصيف البيكنج باودر هيفرش معاكي البسكوت، فالاتنين والله طلعوا معايا نتيجه واحده، مفيش فيها اي مشكله خالص. شايفين اداه بالظبط؟ يعني انا كنت رافضه زي ما بقول لكم والله العظيم بجد ان انا اشتغل البسكوت علشان خاطر ايدي. برضو هعمل لكم برضو ان شاء الله البيتيفور بنفس الطريقه بقى برضو ان شاء الله بكيس حلواني عادي، مع ان والله العظيم عندي اكياس تانية تقيله، بس حبيت عشان اسهل لكم الموضوع خالص. ان شاء الله بقى نقول مع بعض هنا التسويه يا جماعه. درجه حراره 170. لو انت فرنك بوتاجاز عادي بتحطي الصاج على الرف اللي في النص، بتشغلي من تحت، ولو ما ياخد لون من تحت وما اخدش من فوق بتشغل عليه الشوايه مده بسيطه جدا، بس هو تقريبا هياخد معاكي من تحت ومن فوق حسب نوع فرنك. لو فرن كهرباء زي انا ما بسوي فيه بتحط على الرف الاولاني وبتشغل عليه من فوق ومن تحت برضو على درجه حراره 170. شايفين اخر حته يا جماعه في الكيس؟ مع اخر حته ولا جرى اي حاجه خالص للكيس ولا في اي مشكله خالص. انا كنت طبعا لابسه في ايدي الجوانتي وانا شغاله، بس بقى يزحلق معايا مع الكيس، ما عرفتش اشتغل بيه. شايفين اداء البسكوت عامل ازاي معايا؟ مفيش فيه اي مشكله خالص، الموضوع سهل وبسيط. مش عارفه الجزء يعني عملتكم ده بقى سريع شويه، بس مش عارفه كانت الكاميرا ملغوشه ليه مش مظبوطه، بس حبيت اجيب لكم المقطع ده. هنا النص كيلو دي عمل معايا بالظبط 3 صاجات، كل صاج 30 في 40 زي ما انت شايفه. انا عشان شغاله في فرن كهرباء، انت لو شغاله في فرن البوتاجاز طبعا ما شاء الله، يعني فرن البوتاجاز بيكون اوسع، هياخد معاكي يمكن صاج كبير 60 في 40 وصاج صغير 30 في 40. انا هنا بالظبط بدخل الصاج الاولاني في الفرن بالظبط على ما بحط الصاج التاني بشتغل فيه، بكون الاولاني خرج من الفرن. هقول لك هنا بقى يا جماعه انت طريقه التخزين ازاي. طريقه التخزين لو انت هتشتغلي بقى اوردرات للعيد دلوقتي بعد ما يطلع من الفرن، شايفين الكاس يا جماعه؟ انا هبسط ان انا اوريكم الكيس الحلواني، مفيش فيه حاجه لحد اخر فتفوته فيه، مفيش اي حاجه اتقطعت ولا جرى له اي حاجه، قصدت ان انا اوريه لكم. طريقه التخزين لازم تحطيه في كيس طبعا، وتربطي عليه في اي كرتونه او في اي حله كبيره او اي حاجه. طبعا بتيجي تشتغلي فيه بعد كده بقى. لو لا قدر الله اخد منك رطوبه، طبعا مش هاخد منك رطوبه لو انت قافله عليه كويس، بس لا قدر الله اخد منك رطوبه ممكن ترصهم كلهم كميه كبيره على صاج وتدخلي الفرن على درجه حراره 140 بس، ياخد يعني هيرجع تاني اكنه طازه. شايفين يا جماعه شكل البسكوت؟ بسم الله ما شاء الله. هنا النص كيلو طلع معايا بالظبط حوالي عن 900 جرام تحت العجز والزياده. ما شاء الله بسكوت جميله جدا. طبعا اللبن مخليها متخرفش وجميله. انا قلت كل التريكات. لو في اي سؤال يا ريت تقولي لي في كومنتات. بسكوت الزبده انا شغاله بزبده فرن، انت حابه تشتغلي باي نوع زبده براحتك. بسكوت الزبده الفرن المفروض ما يقلش على 140 جنيه ل 150 جنيه. انا كنت مطلعاه في اطباق تذوق، طبعا حسب المنطقه بتاعتك، حسب نوع الزبده، حسب نوع خاماتك. يعني كده زي ما انتم شايفين انا هعبيه هنا في كرتونه، حاطه فيها اكياس مناديل اللي هي في الارضيه زي ما انتم شايفين، وبين الطبقات مناديل. على ما خلصت بقيه الوصفات او بقيه
الاصناف علشان كنت هطلع اللي هو الطبق تذوق. كان في 8 اصناف اللي بيتابعني على الفيس هيلاقيه. طبعا سبتكم الطبق ده في اول الفيديو، وبرضه هتلاقي منه صورة ان شاء الله في اخر الفيديو. طبعا لو قاعد معاكي بالطريقة دي البسكوت شهر مش هيجرى له اي حاجة. وكده خلاص ان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي جاية. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعملكم بيتي فور، واحلى غرايبة هتنزل معاكم، واحلى سبليهات. بس يا جماعة يا ريت تشجعوني كده في كومنتات. لو انت بتشوفي القناة لاول مرة يا ريت ان انت تفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. وبكده خلاص يا حبايبي وصفة النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب كنتش طولت عليكم. ويا ريت لو عجبتكم ما تنسيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفة جديدة واوردر جديد من اوردرات رشا النشاوي. استودعكم عند الله لا تضيع عنده ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.